تفضل. يا شيخنا، هل صحيح أن الألباني كان على عقيدة الإرجاء وكان مرجيا وجهميا في باب التكفير؟ وما رأيكم فيه يا أي شيخنا؟ نعم أي نعم، الألباني مرجع على مذهب المرجئة، وصرح بهذا في عدة أشرطة. قال: السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، هذا كلامه. وإذا رجعنا لكلام السلف وجدنا أن الأوزاعي رحمه الله يقول: كان فيما مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. ومن أقوال الألباني في الإرجاء قوله: دعوى أن الإيمان يستلزم العمل دعوى لا أصل لها، هذه من مقالات المرجئة. ومن ذلك أيضا زعمه بأن العمل شرط كمال في الإيمان وليس جزءا من الإيمان، بحيث إذا ترك الشخص جنس العمل، ترك جميع أعمال الجوارح بالكلية، عنده لا يكفر، وعند السلف أن هذا يكفر بالإجماع. ومنها يعني من أقواله في هذا أنه يرى أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، لا كفر عملي عنده إلا وهو مسبوق بكفر الاعتقاد. فهذه كلها أقوال المرجئة وبها يقول الألباني، فهو على مذهب المرجئة في هذا الباب ولا يقبل منه. وقد بين يعني كثير من طلبة العلم حاله في هذا الباب، فكلامه كلام المرجئة. أيضا من أقواله في باب التكفير أنه يشترط قصد الكفر، يشترط في التكفير قصد الكفر، هذا باطل. أهل السنة اشترطوا قصد الفعل ولم يشترطوا قصد الكفر، ما في أحد يقصد الكفر. هذا يدل على أن الكافر عنده هو المعاند فقط. هذا أيضا من أقوال المرجئة. واضح؟ الله المستعان. جزاك الله خير. واضح يا شيخ. والسؤال الآخر يا شيخ لو سمحت. أي نعم. هناك أحد الطلاب العلم يقول أن من رأى أن الألباني مرجي أو جهمي هو حدادي. هذا جاهل، اترك هذا جاهل هذا جاهل. هذول متعصبة للألباني ولا يناقشون بالمسائل العلمية. إذا ناقشتهم وأتيت لهم بأقوال الألباني في الإرجاء لا يردون عليها، ما يناقشون نقاشا علميا، وإنما كلامهم إنما هو تعصب له ورمي بالتهم على الآخرين الذين بينوا أن الألباني مرجع. لا تعبأ بكلامه، لا فائدة منه. الشيخ إسماعيل الأنصاري له كتاب مطبوع اسمه الانتصار للشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد على الألباني فيما جانب فيه الصواب. الشيخ محمود التويدري رد على الألباني في حديث الصورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورة الرحمن، لأن الألباني وافق الجهمية فقال إن الضمير في قوله صورة يرجع إلى آدم ولا يرجع إلى الله، فرد عليه الشيخ حمود وبين أنه على معتقد الجهمية في هذا، وافق الجهمية في هذا. كتاب الشيخ حمود اسمه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. ورد عليه الشيخ محمد أمان رحمه الله في مسألة الاستعانة، لما استعانت المملكة بالقوات الأمريكية في حرب الخليج، الشيخ الألباني وقف ضد ذلك ودافع، وكان مع يعني جيش صدام في تلك الأيام، وكان له كلام سيء، فرد عليه الشيخ محمد أمان في شريط في مسألة الاستعانة. فهؤلاء العلماء مما يحضرني الآن هم ممن ردوا على الشيخ الألباني. أيضا ممن رد على الشيخ الألباني الشيخ عبد الله الدويش بن بريدة في كتابه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، رد عليه في هذه المسألة العقدية، ورد عليه في مسائل في تصحيح وتضعيف الأحاديث، لكن هذه أمرها سهل لأنها اجتهادية، لكن رد عليه في مسألة العقيدة. هؤلاء من أبرز العلماء الذين ردوا على الألباني في حال حياته. محمد أمان رد عليه في حياته، رد على الشيخ الألباني. الشيخ محمد أمان رد عليه، ورد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله
ورد عليه الشيخ حمود التويجري. هؤلاء ثلاثة من العلماء كلهم ردوا على الشيخ الألباني في أخطائه في العقيدة.